كوكو لي سيلياك، اليوم باش نعملو gluten free bread. نبداو بالمكونات الجافة. نخلط خليط الدقيق، تنجمو تخلطوا زوز انواع من الدقيق او دقيق واحد برك استعملته كما انا. ومن بعد تزيدوا عليه الملح حسب الرغبة. نخلطوا عليه لو بسيليوم بودر. من بعد خميرة الخبز، حليب بودرة بدون جلوتين، 2 معالق كبيرة من زيت الزيتون، واخر شيء كان السكر. تعداو من بعدها نحطوا بيضة واحدة بحرارة الغرفة وكمية الماء الدافي المطلوبة. من بعد السرعة لازم تكون خفيفة، ومن بعد تولي أعلى، حطوها له ماكسيموم حتى توصلوا قوام كمن هاك. أنا باش نوريكم اللي أنا حسيتها شوية كومباكت شادة روحها، فكان لازم إني أضيف لها شوية ماء دافي، وهذا هو القوام اللي أنا كنت نلوج عليه. توا باش نتعداو مرحلة التخمير. خديت فيلم أليمونتير وخبيت بيه العجينة متاعي وخليتها تخمر في بلاصة دافية مدة ساعة كاملة، تنجم تكون أقل وأكثر على حسب حرارة المطبخ. المهم عنا إن هي تضاعف من الحجم، لهنا ضاعفت من حجمها وكانوا فيها دي بولدار ما شاء الله تبارك الله. دونك لهنا هزيت زيت نباتي. جي étalé لو بلان دو ترافاي وبديت بالليزوستونسيل هذم نحاول اني انا نهز كونتيتي نتاع خبزه كبيره باش نعملها، يساعدوا ياسر انه ما نلصقش ياسر في ديك. وبديت بالاثنين هذوما استونسيل. طبعا بعد ما تغطي العجينه نتاعك باش ما تشيحش، بديت نعمل اول حاجه جو ديغاز نبات، ومن بعد جو لا فاسون بهالطريقه. وتكملوا الفاسوناج نتاعكم بيديكم باش تعطيوها منظر مزيان. تحطوها على البلاتو هذاك، اذا ما عندكمش بابي كويسون وفات الحكايه. المهم تعطيوها فورمه مزيانه. لهنا باش نوريكم طريقه اخرى. يديكم تبدا مبلوله شويه بزيت النباتي، اي اكسي ترجعوه في العجينه وتبداو تكملوا، وهذا هو المنظر. بعد دهنتهم بالزيت النباتي، خليتهم يخمروا 5 دقائق لا اكثر. نتوما لازمكم تكونوا ديجا مسخنين الفرن متاعكم على اعلى درجه، انا كان 230 درجه. وهذه احسن بارتي وقت اللي نعمل خبز. خرجتهم لهنا من الفرن كانوا سخان يحرقوا، وكمان حبيت نوريكم المنظر، نوريكم اللي هما خامرين كبار منفوخين. خليتهم كمان يرتاحوا شويه. ولهنا حبيت نقص لكم خبزه الكبيره معايا وتشوفوا وانا نقص فيها قداش فيسع تقصت، وشوفوا لي من الداخل تبارك الله ما شاء الله سوبل على الاخر، ما تنجمش تفرق بينها وبين الخبزه العاديه. اتمنى الوصفه عجبتكم وبسلامه.